السم الصامت، الكبد الدهني، المشكله دي بتواجه ناس كتير، ولقيت ناس كتير مهتمه بالموضوع. كنت نزلت فيديو عن الموضوع ولكن الناس بتقول ان الصوت مش احسن حاجه، فاتمنى كده يكون الصوت كويس. فخلينا نتكلم عن موضوع الكبد الدهني، ازاي تتخلص منه، ايه افضل الادويه اللي تستخدمها تساعدك انك تتخلص من الموضوع ده. قبل اي حاجه، عشان ما ذكرتش الموضوع ده في الفيديو اللي فات، الكبد الدهني طبيعي جدا انك لو ما حلتش المشكله هيحصل لك تليف في الكبد. طيب بيجي لمين؟ بيجي للناس اللي عندها مقاومه انسولين والناس اللي عندها سكر، يعني معظم الناس اللي بيجي لها بيكون كده. طب لو انت شخص عادي وجالك وانت ما عندكش لا مقاومه انسولين ولا سكر، هيجيب لك مقاومه انسولين بسكر فيما بعد. وطبعا انا دايما بحذر من موضوع السكر، لان السكر مرض من الامراض الصعبه ومش اي حد بيقدر يتكيف معاه. والسكر وجوده في جسمك، انك انت يكون شخص مريض سكر، ده هيخلي جسمك يفقد عضله، يفقد فيتامين. يعني في فيتامينات هتعيش عليها طول حياتك، ليك طريقه اكل معينه، فالموضوع بيكون مش احسن حاجه. بنتعامل مع الناس دي، بنتعامل معاها، ولكن برضه مش بيكون احسن حاجه بالنسبه لهم. فانا بساعدك انك تتجنب كل الكلام ده. وطبعا ما تنساش ان اي جهاز بيتعطل في جسم الانسان بيعمل خلل في الجسم بالكامل. عشان ما اطولش عليك، تعال ندخل في تفاصيل الموضوع بتاعنا. الكبد الدهني بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب عدم ضبط سكر الدم، بسبب اكلك للكرب والفواكه والسكريات والزيوت المهدرجه بنسب كبيره جدا، فجسمك مش قادر. وما تنساش ان اي اكل زياده بيدخل الجسم بيستفيد باللي يقدر يستفيد بيه، وينزل الباقي فضلات، والباقي بيتخزن دهون. والدهون بتتوزع بقى على جزئين: الدهون اللي انت بتشوفها تحت الجلد، والدهون اللي هي بتكون على الكبد. طبعا ده بسبب ارتفاع مستوى السكر ونزول مستوى السكر بشكل غير طبيعي. رقم اتنين، زياده الالتهابات في الجسم. وطبيعي انت كشخص بتاكل بشكل غير صحي الالتهابات تكون عاليه في جسمك، ده امر طبيعي. ثالث حاجه هو شربك للكحوليات. طيب عشان نتخلص من الموضوع ده نعمل ايه؟ اول حاجه محتاجين نظبط سكر الدم، وعشان نظبط سكر الدم محتاجين ناكل الاكل المناسب بالكميات المناسبه. عشان نقلل الالتهابات محتاجين نضيف حاجات في اكلنا هتساعدنا ان احنا نقلل الالتهابات. طبعا لو بتشرب كحوليات لازم توقفها، الموضوع ما فيش فيه نقاش وما فيش فيه اوبشنات، يعني لازم توقفها. الحل ايه؟ الحل افضل طريقه تتخلص بيها من الموضوع ده: رقم واحد، هتتبع نظام غذائي صيام متقطع، ونسبه الكرب عندك هتكون قليله جدا، قد تكون شبه معدومه. وافضل مصادر للكربوهيدرات بالنسبه لك البطاطس، الرز البسمتي، الرز البني، الشوفان، دي افضل مصادر كرب بالنسبه لك. طيب تاخد نسبه كرب قد ايه؟ خد من جرام لجرام ونص لكل كيلو من وزنك. رقم اتنين، البروتين، وهنعتمد على البروتين الحيواني، لان البروتين الحيواني كامل الاحماض الامينيه، في نفس الوقت جودته اعلى بكتير من البروتين النباتي. ده غير طبعا ان انت مش هينفع تاكل بروتين نباتي، عشان البروتين النباتي نسبه الكربوهيدرات فيه عاليه، وانت الكرب بالنسبه لك هيكون قليل، قد يكون شبه معدوم. ايه افضل مصادر البروتين اللي تهتم بيها؟ السمك والسلمون، السردين، والكبده البقري، واللحمه البقري، والبيض. دول افضل مصادر البروتين اللي انت تركز عليهم. تاخد قد ايه بروتين؟ خد من جرام ل 2 جرام لكل كيلو من وزنك، طالما مفيش اي مشاكل في الكلى. ركز معايا. طيب انت مش شرط تاخد 2 جرام، مش شرط تاخد جرام بس، يعني ممكن تاخد 1.2 من 10، 1.4 من 10، 1.5، 1.7، وهكذا. فاختار النسبة اللي تقدر تلتزم عليها لأطول فترة ممكنة. وطبعا ما ننساش إننا ناخد الدهون الصحية، يعني ما تقولش أنا عندي دهون على الكبد فمش هاخد دهون صحية. لا، الدهون الصحية مهمة جدا، ودي اللي هتساعدك إنك تتخلص من الدهون اللي على الكبد وكمان الدهون اللي في جسمك. طيب دهون صحية زي إيه؟ زيت الزيتون، المكسرات، زيت جوز الهند، الأفوكادو، الزبدة البلدي، السمنة البلدي، كل دي دهون صحية. اختار الأفضل ليك. وطبعا مش عشان بنقول دهون صحية يبقى تروح تاخد أي كمية وخلاص. طيب تاخد قد إيه من الدهون الصحية؟ خد نص جرام لكل كيلو من وزنك. بكده احنا خلصنا النظام الغذائي. كمان هنضيف في أكلنا الخضروات، مهم جدا، وخصوصا البقدونس والبروكلي. ويا ريت ما تكترش من البقدونس، لأن البقدونس عامل زي مضرات البول، يعني أكله بنسبة كبيرة يخليك تدخل الحمام كتير، ودخولك للحمام كتير ده معناه انك هتفقد فيتامين ومعادن كتير، واحنا مش عايزين كده. فناكل الحاجه باعتدال. مع كل ده هتضيف لي مشروب اساسي يوميا هتشربه على الريق. المشروب ده عباره عن ازازه ميه 600 مللي، هنحط عليها معلقه كبيره خل تفاح، وهنحط عليهم ليمونه، وهتشرب المشروب ده يوميا على الريق على معده فاضيه. وتحذير مهم بخصوص المشروب ده: لو عندك اي مشكله في المعده ممنوع تشرب المشروب ده نهائي غير لما ترجع للدكتور بتاعك، عشان هيزود لك المشكله. انا حذرت. وما تنساش تضيف الثلاث حاجات دول من ضمن نظامك: الثوم والكركم والشاي الاخضر، عشان دول هيساعدوك انك تقلل الالتهابات من جسمك. طيب ايه الادويه اللي ممكن نستخدمها تساعدنا في الموضوع ده؟ رقم واحد، هنجيب حاجه اسمها نبته حليب الشوك، ودي بنسبه كبيره مش موجوده في مصر.
بس ما علينا، عشان برضو يكون معاك اوبشنات تانية، ففي حاجة بديلة ليها موجودة في الصيدلية اسمها سيليمارين بلس. رقم 2 هتجيب الاوميجا 3 وده مهم جدا. رقم 3 هتجيب حاجة اسمها سيلينيوم. عايز اقول لك ان السيلينيوم ده من مضادات الاكسدة القوية جدا، اللي مش بس هتساعدك انك تتخلص من الكبد الدهني، لا دي كمان هتساعدك انك تحمي نفسك من السرطانات. وهنجيب حاجة اسمها كولين، وكمان هنجيب حاجة اسمها كركمين، يعني الكركم بس على شكل تابلت. ليه؟ عشان يكون تركيزه اعلى. وبكده اكون قلت لك على افضل طريقه تتخلص بيها من الموضوع ده. وما تنساش انك تغير عاداتك، ركز معايا جدا في الموضوع ده. كل اللي انا قلته لك ده بدون ما تغير عاداتك ملوش 30 اي لازمه. لازم تبدا انك تنام بالليل من 7 ل 8 ساعات بالليل مش بالنهار. لازم تبدا انك تنزل تمارس رياضه من 3 ل 5 ايام كحد اقصى ممارسه الرياضه خلال الاسبوع. لازم الرياضه مهمه جدا. انا عايز افهمك حاجه، ده بروتوكول متكامل عشان يساعدك تتخلص من المشكله دي بشكل سريع. فما ينفعش تمشي على حاجه وتسيب التانيه، فاهمني؟ وطبعا لازم تفهم اني انا مش دكتور، ولكن انا مدرب شخصي ومتخصص تغذيه رياضيين وتغذيه علاجيه سمنه ونحافه. ولكن لازم يكون عندي المعلومات الكافيه اللي تساعدني ان اتعامل مع العملاء اللي بالشكل ده او اللي عندها المشاكل دي. فطبيعي جدا اكون قايل لك على حاجات زي كده. الحاجات دي عباره عن مكملات غذائيه، دي مش حاجه علاجيه بشكل مباشر. ولو انت حابب تمشي بطريقه ادق يبقى الافضل انك تلجا للدكتور. بالنسبه لي انا اقدر اساعدك في توفير البرنامج التدريبي والنظام الغذائي اللي يتناسب معاك ويساعدك انك تتخلص من المشكله دي بشكل سريع. لو مهتم بحاجه زي كده ابعت لنا رساله، انا ابعت لك كل التفاصيل. وما تنساش لو انت استفدت من الفيديو تعمل لايك وتتابعنا لو مش متابعنا، ويا ريت تشير الفيديو مع صحابك عشان غيرك يستفيد. اتمنى اكون قلت لك كل حاجه عن موضوع الكبد. بس كده، سلام.